سحور او فطار سريع من غير بوتاجاز ولا فرن. هنعمل الفطاير او العيش الصغنون ده من غير اي نار ولا اي فرن وفي 7 دقايق بالظبط. اسرع حاجه ممكن تخبزوها او تعملوها اصلا على الفطار او السحور، حلوه قوي ومميزه جدا في العزومات سواء على السحور او الفطار او حتى لللانش بوكس، مفيش اي مشكله. المهم ان هي سريعه وبتتحشي اي حاجه وخطيره. انا هنا عملت العجينه بتاعتي اللي انا متعوده عليها ونزلتها لكم كتير قوي قبل كده، هكتب لكم المقادير بتاعتها تحت الفيديو. سبتها تخمر معايا ساعه، بعدين بدات ان انا اكورها كور صغيره جدا، يعني انا مش عايزه الكور تبقى كبيره وبراحتكم، بس هي كل ما تبقى صغيره كل ما تبقى كيوت وشكلها حلو قوي. والنجم معانا النهارده الساندويتش ميكر بتاع فلامينجو. فلامينجو شركه مصريه 100% وموجودين في السوق المصري من اكتر من 15 سنه. الساندويتش ميكر 800 واط والسطح بتاعه نون ستيك فسهل التنظيف، وفي لمبات كده صغيره بتعرفني الساندويتش ميكر سخن وجاهز ولا لسه. اول ما سخن اللمبه فصلت فتحته. عايزه اقول لكم سهل في الاستخدام جدا. حطيت العيش بتاعي او الفطاير بتاعتي مفيش 6 دقايق بالظبط، ما قلبتهمش حتى، طلعوا معايا بالشكل التحفه ده. حطيت بقى، ممكن تعملوا الاحجام اللي انتوا عايزينها. عايزه اقول لكم ان السطح بتاعه كبير مش صغير، يعني هقول لكم ياخد 2 توست مرتاحين، وبيسخن بسرعه جدا وبيسوي كمان العيش بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. حبيت اوريه لكم من جوه كمان. عايزه اقول لكم هش وفلافي والعجينه خطيره. كمان احلى حاجه بقى زي ما قلت لكم سهل التنظيف، بمنديل بس مسحته كده وخلاص. شركه فلامينجو كمان عاملين عروض هايله، فانا استغليت الموقف وانا خصوصا ان عيد الام جاي، فحبيت اهدي نفسي. جبت هاند بلندر 5 في 1 في كل حاجه ممكن تحتاجوها في المطبخ. وعايزه اقول لكم انا جبت الساندويتش ميكر والهاند بلندر بسعر خطير، هقوله لكم في اخر الفيديو. واللي متابعني من زمان عارف ان الهاند بلندر ده حاجه اساسيه اهم من الخلاط عندي في المطبخ. واهم حاجه عندي لما اجي اشتري هاند بلندر حلو لازم الدراع بتاعه يبقى ستانلس عشان يتحمل العصاير والشوربات والحاجات السخنه والكلام ده كله. طبعا انا مش هفوت السحور بتاعي من غير ما اعمل مايونيز اللي انا مشهوره بيه، بياخد دقيقه بالظبط ويكون خلصان عشان اعمل بيه الساندوتشز بتاعتي على السحور. ومايونيز حلو يعني هاند بلندر قوي. حطيت المقادير بتاعتي وانتوا عارفينها وهكتبها لكم تاني تحت الفيديو. نبدا نضرب كويس قوي بالهاند بلندر ونفضل مثبتينه في الارضيه كده، ونبدا نرفعه لما يبدا يربط مع بعضه. وهنا خلصنا وربط معايا، وشفتوا احلى مايونيز دلوقتي عامل ازاي. المايونيز ده يعني نينجا بجد، منقذ في اي وقت ولاي وصف. وعشان ما نحسش بالعطش تاني يوم قلت لا اعمل سلطه زبادي بالخيار جنب الساندوتشات دي عشان تطري على قلبنا. الكبه بقى 500 مللي فبتاخد كميه كبيره. حطيت زبادي وخيار، عصير ليمون، فص ثوم صغير خالص، ملح وفلفل اسود، وضربتها. عايزه اقول لكم اقل من 30 ثانيه كانت خلصانه معايا. عايزه اقول لكم كمان الهاند بلندر ليه سرعتين، ده غير كمان زرار التربو اللي بيخلي الضرب اسرع واقوى. خلصنا السلطه بتاعتنا، نبدا نحضر